السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صوت الروح مع بركات. الحلقة ديال اليوم غادي نستمعوا للقصة ديال ولد اللي ترفض 30 مرة ودار أكبر إمبراطورية في العالم. مرات كتشوف واحد الإنسان ناجح مشهور دير فلوس وكتقول سهل عليه الله عطاه. فعلا الله اللي عطاه، ولكن الحقيقة راه كاينين الناس اللي بداو حياتهم بالنقمة بالرفض وبالإحباط، ومع ذلك قاوموا وكافحوا من أجل تغيير الوضع. اليوم غنهضروا على واحد الراجل اللي كلشي كان ضده. جاك ما في الصغر ما كانش ممتاز، ما كانش ذكي بزاف، وحتى المدارس ما قبلاتوش. كيقول بغيت ندخل الجامعة، ترشحت 3 مرات وفشلت 3 مرات. حتى في الامتحان الابتدائي فشل فيه مرتين، وفي الإعدادي 3 مرات. ومدينة هانغزو اللي تزاد فيها كانت فيها غير مدرسة وحدة، والمدرسة ما بغاتوش، قالوا ليه راك ضعيف ما مناسبناش. جاك ما بكل بساطة قال خاصنا نولفوا، ماشي ديما غادي نكونوا الافضل. 3 سنين هو كيجرب يدخل الجامعه، و3 سنين هو كيسقط. ملي خرج مشى يقلب على خدمه، قدم لأكثر من 50 خدمه وترفض في 30 منهم. مشى البوليس قالوا ليه لا ما صالحش، وملي حلات KFC اول مره مدينته مشاو 24 واحد يطلبوا الخدمه، 23 تقبلوا، وجاك ما كان هو الوحيد اللي ترفض. حتى الهارفارد قدم 10 ديال المرات وترفض 10 ديال المرات. كان كيضحك ويقول يمكن شي نهار غنمشي نعطي محاضره في هارفارد حتى لو ما قبلونيش نقرا عندهم. جاك ما كيقول واحد الجمله قويه، ما كنظنش كاين شي واحد في العالم ترفض قدي، ولكن السر هو عمرك ما توقف. كيقول ما عندناش الوقت نشكيو، ما عندناش الوقت نبكيو، خاصنا نقاوموا نطوروا راسنا ونرجعوا اقوى. الاهم من هادشي هو انه قال الفرق بين اللي كينجحوا واللي كيسقطوا بسيط. اللي كيشكي من الناس كيضيع، واللي كيحاسب راسو كيرجع. جاك ما كانش كيهضر على الفلوس، كان كيهضر على المعنى. وكيقول السؤال ماشي هو كيفاش نتغناو، ولكن السؤال كيفاش نعيشوا الحياة اللي نستاهلوا. والجواب بدل راسك قبل ما تبدل حياتك. غادي تعيا، غادي تبكي، غادي تشكي، غادي تحس راسك بوحدك، ولكن إلا بقات رجليك كتقدم ولو بشوية غادي توصل. لأن الحقيقة حسب ما كيقول جاك ما كاين حتى واحد يقدر يمشي في بلاصتك غير انت. هذه كانت قصة جاك ما مختصرة وفيها الإفادة. قصة رجل بدا من لا شيء خلق إمبراطورية كتشغل ملايين. إذا بغيتي تبدل حياتك بدا براسك وخلي العالم يجي من بعد. هنا صوت الروح، صوت كيذكرك بالقوة اللي فيه. السلام عليكم.